السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، إخواني أخواتي، اليوم بغيت نقول لكم بعض شي حوايج اللي هما تتسمى بحال أسرار، في نفس الوقت معقدين، في نفس الوقت يعني خطيرين جدا، وهي أحداث وقعت لي أنا شخصيا، وبغيت نقولها للمناضلين ونوصل واحد الرسالة للجهات المعلومة المجرمة. المهم، غنتكلم على المخابرات المغربية ومن يترأس المخابرات المغربية. رئيس الاستخبارات المغربية، رئيس الاستخبارات الخارجية للمغرب هو منير المجيدي، الكاتب الخاص لهوبل الطاغية السادس. هذا السيد هذا يعني تصيفط ناس مخابراتيين خارج الوطن وتدير لهم دي كونت بونكير، وتدير لهم بأنهم عندهم شركات وأنهم يعني ناس عندهم فلوس، هما مجرد أوفيسيي في المغرب، يعني ناس مخابرات ديال المغرب خارج يعني، وتكونوا عندهم تكوين يعني هذه المعلومات صحيحة 100%، وأنا نفسي طلعت عليها شخصيا. عندهم تكوين في أمريكا في المجال تكون طيران أو الميكانيزم، هادشي كامل يعني، ولا الاركتيكتور. المهم، هاد الناس يكونوا مهندسين أو دكاترة، ناس مثقفين ولكن عملاء استخباراتيين. وتكوين كما قلت يكون في أمريكا، كندا، فرنسا، حتى ألمانيا. المهم، أنهم صيفطوا لي جوج ديال الأشخاص، وأنا الشهر هذه يعني حيث أقطن يعني ما كاينش المغاربة بزاف، وما عمري تلاقيت مع شي مغربي بواحد الشكل عفوي هكذا يعني، وتكلمت معاه ولكن مؤخرا هاد الشهر تلاقيت مع مغاربة بهذا الشكل عفوي، لحقاش وليت يعني تنشط يعني خارج البلاصة اللي تنكون ما كاينش المغاربة، تمشي لبلايص فين كاينين المغاربة وندير يعني نجبد هاد النقاشات السياسية وليتهم المغاربة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، ونوريهم بأن القضية الوطنية اللي كانت يعني قبل الصناعة هذه، قبل الاستقلال أو الاستغلال السوري، يعني الاحتلال السوري، لا زالت هي قضية اليوم يعني، ما تبدل والو، وانا نناقشو هذه نفتح معهم نقاشات سياسية. المهم، عبر هذه يعني تعرفت على المغاربة. المهم، باش غنمشي واحد النقطة أخرى، أنكم كما تتعرفوا أنني تبنيت هذا العالم جديد اللي تيحمل الله أكبر وتيقول الآية لتحت: ولقد خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بينكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. هذا العالم هذا تبنيته أنا شخصيا، لحقاش العالم تنحبو أول حاجة يعني الله أكبر بالأخضر وهذا الخلفية بالأحمر، يعني عالم جميل وعالم يعني تمثل الهوية ديال الشعب المغربي، وانا كمغربي تمثل الهوية ديالي. ما نهضرش على الشعب المغربي، ولكن انا تنعرف ان هناك الاف كل ملايين مناضلين يتبنوا هذا العالم. المهم، هذا تبنيته انا رسميا هكذا يعني بصوت الصورة، يعني هذا دار واحد الحساسية النظام، وعند بالو انني تنعمل جهات خارجية مثلا بحال مثلا يعني داكشي اللي وقع في سوريا، في ليبيا والسودان، يعني الشعوب بغات الحق ديالها في العيش، وانها بدلات حتى الاخر اش تقولوا لي العالم الوطني ديالهم تبدل، لحقاش هذاك العالم كان يمثل النظام اكثر مما يمثل الشعوب. المهم، هذا العالم هذا دار لهم ضجيج، دار لهم يعني مشكلة
يعني زعزع الاستقرار ديالهم، يعني كان كفزاعة للنظام يعني واستقرار النظام. وأنني أيضا حرقت صورة طاغية، وأنني كنت أيضا نشط، يعني كنت أرسل الإعلامات في أوروبا وأمريكا يعني ما حدث في تازا وما حدث في بورياش، وكنت يعني أساند معتقلين سياسيين في المغرب، وأكتب يعني منظمات Human Rights Watch، Amnesty، هادو كاملين. أنا تنظن تحرروا مزيان، شافوا بأن هذا الشخص هذا تيمثل فعلا خطر على المصالح المخزنية القصراوية لنظام ملكي المستبد، وقرروا أنهم يخترقوا حياتي، أنهم يجنوا، أنهم يخترقوا حياتي. ولكن هذه المرة هذه جاو دخلوني بواحد الشكل ذكي جدا، ولكن أنا هنا لأقول لهم بأنكم تفضحتوا اللعبة باند، يعني ما كل شيء باين لي دابا، وان الخطه اللي تتنهجوا يعني باش تخترق حياتي وتجسس لي حياتي وتندمج مع حياتي، يعني شيء يعني ما وصلتوش ليه، وحتى المعلومات اللي تعرفوها عني خاطئه جدا. يعني ما قلت لكمش كل شيء، لحقاش انا ما تنحطش البيضات ديالي كاملين في سله وحده، فهمتي؟ and I don't put all my eggs in one basket، يعني هذا مثل انجليزي. يعني انا ما فهمتش، يعني هاد الناس هادو تيطلقوا معاك بشكل عفوي، تيتكلموا معاك، ربما تبينوك بانهم ضد النظام، ولكن ماشي ضد الجوهر، يعني قد يكونوا يدخلوك بهذيك الملكيه البرلمانيه. انا ما تنجرحش المشاعر ديال الناس اللي فعلا تتبنى هذا المطلب، اللي هو انا تنقول مطلب يعني شرعي بالنسبه لهم، هو يعني واقتناعات ديالهم هما، يعني احترمها. ولكن انا ضد انا ما ارى ان المخابرات استغلت هذه المساله هذا للاختراق يعني عده يعني مناضلين ومناضلات وحركات احتجاجيه، يعني وهذا هو المشكل. ولكن أنا هذا الشخص هذا، الناس هادو عندهم فلوس، عندهم يعني فايت ليهم شغل دول كثيرة أوروبية، يعني تيكونوا بيلوت كما قلت، مهندسين، يعني طلاب، ولكن تيكونوا مترينين، يعني ربما تريناو في معهد CIA في أمريكا، يعني تتكون عندهم واحد الخبرة، يعني خبرة، ولكن ما كانوش محترفين، يعني نقولها لهم أنا شخصيا هكذا. يعني صيفطوا لي اوفيسيي من المغرب باش يتقرب لحياتي ويعرف أسرار ديالي، وديك الساعة يكمل المخططات ديالهم، ربما ما عارفش أنا شنو هي. ولكن هنا أنا نقول لهم يعني أنني قبل ما هنا في تنعيش، يعني الشرطة السرية يعني كانت على علم مع من تلاقيت، وكانت هناك صور يعني تم أخذها، وكان يعني كان هناك يعني تسجيل الكلام الذي دار بيننا، وهنا هما على علم بأنني مهدد وهذه المسائل كاملة. يعني تنقول لهم بأنكم فشلت واحد الفشل عويص، وأنني ماشي إنسان يعني غادي ننتقد النظام الطاغية محمد السادس وغادي نربع يدي ونقول كلشي هانية، بل حتى أنا حظي متنوجد وحكيم في التعامل ديالي وفي المسائل ديالي، وعارف الشان ديالي، وماشي دمدومة. المهم أنكم تعرفوا هذه المسألة هذه، وأنني كما تعرفوا بأن تعرف ناس إعلاميين، الناس عندهم نفوذ داخل هذا المجتمع اللي تنعيش فيه، يعني تحترموني، تقدروني. المهم لا منزيد، ماشي تنقول هذه حيت عياقة ولا أي حاجة، ولكن تنقول لكم الواقع، يعني مع من تتعامل والتعامل، يعني تعامل بمسؤولية تجاه ما أتبناه. يعني راه ماشي تبنيت العالم
وعارف بأنه مسألة سهلة، ولكن تنعرف بأنها غير سهلة، ولكن نتبناها لأن نحبو. يعني واحد الحاجة تنقتنع بها تنتبناها شخصيا تناخذ كل مسؤولية. يعني تنقول لهم بأنهم يعني فشلتوا في هذا المخطط هذا، يعني باش تخترقوا حياتي. يعني من الأحسن أنكم ترجعوا لبلادكم لدار المخزن وريحوا تما، لحقاش نتوما هوات ولا شيء يعني سميتو. وحتى بالنسبة كما قلت سابقا، يعني حياتي بغيتو تعرفوا ما عرفتو والو في حياتي، يعني ما عرفتو والو، لا من ميم من الالف في الياء ما عارف من والو. يعني وما بحثش لكم الاسرار ديالي، هذه اول حاجه اللي مهمه واللي ديما تنحطها في بالي. انا ماشي انسان يعني تيزرب ولا شي واحد خفيف، انا انسان رزين وثقيل في التعامل ديالي وماشي بارد في نفس الوقت. وكون ما كنتش يعني عندي وعي سياسي ووعي يعني بهذه المسألة المافيوزية ديالكم اللي انا عارفها دارسها كاع، نقولوا ما غاديش نقوم بما قمت به. يعني الا وانا عارف شكون تنتحدى، واحد المجموعة ديال الزيرو، المخابرات ديال الزيرو. يعني اقول بان هذا الشخص، هذا الحيوان حاشاكم هو هذا رئيس المخابرات الخارجية للمغرب، هو الذي ينسق، هو الذي يبني لهم. يعني في المغرب يعني ديالهم كل شيء ديالهم. يعني الناس تيخسروا الملايين باش يصيفطوا ناس يجسوا على ناس اخرين. وهانتم تشوفوا يعني المخزن يعني خايف بان النظام الملكي ولا نتهددوه حنا خارج الوطن، ولينا نهدو الاستقرار ديالو هذه المسألة هذه، ولا دابا تيجندوا هذه. المهم انا ما تنقولش الهضره باش نخلع المناضلين او نزرع الرعب فيهم، الا نتكلم واقعيا. وباغي ان هذه الرساله تاخذوها بمسؤوليه وبجديه، وانكم ما تخافوش منهم، لحقاش ما عندهم ما يديروا زيرو. ان الدول الاوروبيه دول يعني عندها السياده، وان اي واحد يتبنى شي حاجه اقول يعني خبر المنظمات الحقوقيه وخبر الاعلام الرسمي والغير رسمي، ودير رسائل وصيفطها لجهات معينه باش يعرفوا القضيه ديالك، لانهم ولاد الحرام هذه المخابرات. يعني كما فعلت يعني انا فاش تبنيت المسائل قمت باخبار الاعلام، منظمات حقوقيه وهذه ومساله كذا يعني. ومازال ما بغيتش نزيد انا حاليا، يعني راه كنت مريض وهذه يعني دابا ارتحيت، ولكن دابا اقول لهم انني غادي نصعد معكم، فهمتي؟ سوف اصعد ضد النظام المخزني الملكي الطغياني الديكتاتوري. يعني راه غادي نصعد معكم واحد التصعيد لم يشهد له مثيل، وما تنظنش شي مهاجر مغربي من قبل دارها. غادي ندير معكم واحد التصعيد اللي غادي تندموا عليه. واي حاجه توقع ليا نقول لكم عرفوا بان يعني حياتي تساوي حياه من تدافع عنه. مفهوم؟ هذا الحياه ديالي تتساوي الحياه ديال هذاك داك الشخص اللي تديروا هادشي كامل على وديتو. وشكرا.